السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى الطبعة الأولى، والبداية من إنجلترا، حيث أكدت الديلي ميل أن المهاجم الجديد لمانشستر يونايتد روميلو لوكاكو تعرض للإيقاف في الولايات المتحدة وتحديدا في لوس أنجلوس بعد شكوى سببها الضوضاء، وبات ملزما بحضور جلسة محاكمة. تضيف الصحيفة أن لوكاكو المنضم حديثا لصفوف الشياطين الحمر قدمت في حقه شكوى من جيرانه في المنزل الذي استأجره لقضاء العطلة الصيفية، وذلك بسبب الإزعاج والموسيقى الصاخبة، ليصبح المهاجم ملزما بحضور جلسة محاكمة في أكتوبر المقبل. وأضافت الصحيفة أن أقصى عقوبة قد يتعرض لها في الجنحة المذكورة هي الغرامة المالية. نبقى في إنجلترا مع صحيفة ميرور التي علقت على تواجد الفتى الذهبي لمنتخب الأسود الثلاثة ولمانشستر يونايتد وين روني في مقر إيفرتون تمهيدا لانتقاله من الشياطين الحمر. اليومية الإنجليزية أكدت أن الهداف التاريخي للشياطين الحمر ولمنتخب إنجلترا خضع للفحص الطبي وبات على استعداد لخفض راتبه المقدر بنحو 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. ووفق الصحيفة فإن إدارة التوفيز قد اجتمعت بروني وأبدى المدرب الهولندي رونالد كومان رغبة كبيرة في ضم المهاجم المخضرم، خصوصا بعد انتقال البلجيكي لوكاكو إلى الشياطين الحمر. يذكر أن روني كان قد بدأ مسيرته الاحترافية في غوديسون بارك لغاية عام 2004 قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد. إلى إيطاليا، حيث أكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن نشاط الروسونيري في جلب اللاعبين ما يزال مستمرا، والهدف القادم بات الجابوني بيير إمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند. وأضافت الصحيفة أن فريق بوروسيا دورتموند طلب مبلغ 80 مليون يورو كسعر للتخلي عن اللاعب، لكن مسؤولي الروسونيري يسعون لتخفيض هذا المبلغ عبر المفاوضات مع الجانب الألماني، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة جولة جديدة من المفاوضات. هذا ويسعى العديد من الأندية للظفر بخدمات أوباميانغ، وعلى رأسها تيانجين الصيني الذي عرض راتبا سنويا بنحو 30 مليون يورو. إلى صحيفة ماركا الإسبانية تقول: برشلونة استفاق متأخرا في صفقة ثيبايوس، والنادي الملكي يحسم صفقة الإسباني الصاعد ل6 مواسم. ماركا أضافت أنه بضم داني ثيبايوس من ريال بيتيس بات ريال مدريد يتوفر على أفضل خط وسط في العالم بوجود كروس ومودريتش وكاسيميرو وكوفاتشيتش وإيسكو وأيضا أسينسيو. ماركا أضافت أن انضمام ثيبايوس سيعزز نظام المداورة في الفريق تماما كالموسم الماضي، والذي نجحت فيه الطريقة في التتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال. هذا وأثنت ماركا على أداء ثيبايوس خصوصا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حيث احتل منتخب لاروخا المركز الثاني. إلى فرنسا وصحيفة لو فيغارو التي علقت على خروج المصنف الأول في فرنسا جو ويلفريد سونغا من بطولة ويمبلدون للتنس على يد الأمريكي سام كويري. وكتبت صحيفة أن هناك خيبة أمل كبيرة للفرنسيين بعد إقصاء تسونغا ومونفيس، مضيفة أن مباراة تسونغا كانت قد بدأت الجمعة واستؤنفت السبت، حيث ارتكب تسونغا المصنف العاشر عالميا العديد من الأخطاء ليخسر المواجهة ب2-3، ليستمر الفرنسيان أدريان مانارينو وبنوا بير في البطولة الإنجليزية الحريقة العربية. ومع موقع البطولة المغربي الذي علق على تأهل الوداد البيضاوي إلى الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، فبعد منافسة قوية وشرسة لم يحسم فيها أمر التأهل إلا في الجولة السادسة، تصدرت كتيبة المدرب لحسين عموتة المجموعة الرابعة بفوزها على زناكو الزامبي بهدف وحيد لأشرف بن شرقي، ليترجم ضغط فريقه على الخصم منذ بداية اللقاء، فيما اعتمد المنافس على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى الحارس زهير العروبي دون أن يوفق في ذلك، ليتأهل الوداد إلى دور الثمانية رفقة الأهلي المصري ثاني المجموعة.
إلى جريدة ديربي السودانية التي تطرقت لتداعيات إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم لأنشطة الكرة السودانية، حيث كلف هلال الأبيض محاميا لاسترداد حقوقه في المشاركة بكأس الاتحاد الإفريقي. وفق الصحيفة فإن النادي شرع في تكليف محام كبير عمل في الفيفا وتم تسليمه قضية الهلال الأبيض، والذي أهدرت حقوقه بين ليلة وضحاها في مشاركته الإفريقية بكأس الاتحاد، والتي وصل فيها إلى الدور الربع النهائي. وشرع المحامي في إجراء اتصالات مع الفيفا والكاف لاسترداد حق الفريق في المشاركة بالبطولة. وأكدت إدارة النادي أن الفريق سيواصل الاستعداد لمباراة دور الثمانية متى ما تقررت إقامتها في التوقيت والمكان المناسبين. زاتشي: المنتخب الوطني ملك للجميع، عنوان نقرأه في الهداف الجزائرية. وفي التفاصيل تضيف الصحيفة: أكد خير الدين زاتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن اللاعب المحلي له كامل الحظوظ والفرص في الالتحاق بالمنتخب الوطني الأول، مشيرا إلى أن يوسف فعطال كان مثالا للاعب الجزائري المحلي الذي يستغل فرصته لنيل مكانه مع الخضر. وأكد الرجل الأول في الفاف أنه يولي أهمية كبيرة للتكوين، حيث صرح أن المنتخب الوطني ملك لكل الجزائريين وليس للاعبين العاصميين فقط. الراي الكويتية ذكرت أن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أرسل مسودة قانون الرياضة الجديد إلى الهيئات الرياضية الدولية المعنية، موجها دعوة لها بالاجتماع للنظر فيها. وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية سعدون حماد قد أشار عقب الانتهاء من مسودة القانون الجديد إلى أن اللجنة كلفت الروضان بمخاطبة المنظمات الدولية والرد على ملاحظاتها بشأن مسودة القانون، وأنه في حال كان هناك بند يتعارض مع المواثيق الدولية فإن ذلك يستلزم إبلاغ اللجنة به مباشرة حتى يتسنى لها إجراء التعديلات اللازمة. يذكر أن المنظمات الرياضية الدولية ومن بينها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم وضعت شروطا عدة لرفع الإيقاف المفروض على الكويت منذ أكتوبر من عام 2015، من ضمنها تقديم قانون رياضي جديد يتماشى مع المواثيق الدولية. ختام الطبعة الأولى، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.